لماذا نخاف من الشرك؟ نخاف منه أن الشرك يحبط كل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نخاف منه لأن من لقي الله به فالنار خالدا مخلدا فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نخاف من الشرك لأنه ينافي التوحيد الصادق ويخرجنا من الملة ويجعلنا في حزب الشيطان وأتباع الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأمر رابع أيضا كونه يحبط العمل، كون صاحبه خالد في النار، كون الله لا يغفره لصاحبه. ما يمكن من لقي الله مشركا به فمستحيل الرحمة له، مستحيل أن يغفر له، مستحيل أن يعفى عنه، لأن ذنبه عظيم، نجاسة عينية. الكلب لو تدخله في البحر ما طهر، فهذا نجس نجاسة عينية إذا لقي الله بهذا الذنب. فالجنة حرام عليه والنار أولى به من الجنة. فنخاف من الشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. رحمته وسعت كل شيء، سبقت رحمته غضبه، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن مع سعة الرحمة لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن لم يتق الله لم تكن الرحمة له. من أشرك بالله فهو غير متق لله.